أهلا بكل متابعينا. النهاردة هنتعلم إزاي ناخد كارد USDT على منصة بينانس باستخدام العملات الرقمية كضمان. لو عندك عملات رقمية ومحتاج سيولة، ممكن يكون ده الحل الأمثل. أول خطوة، سجل دخولك لحسابك على بينانس. روح لقسم التمويل واختار القروض الرقمية. اضغط عليها، وبكده تبدأ العملية. دلوقتي اختار USDT كعملة القرض. سهل، صح؟ بعدين لازم تختار الضمان بتاعك، ممكن يكون بيتكوين، إيثيريوم، أو أي عملة رقمية تانية عندك على بينانس. حدد مبلغ USDT اللي عايز تستلفه. بينانس هتحسب تلقائياً مقدار الضمان المطلوب بناء على قيمة السوق الحالية ونسبة القرض إلى القيمة أو LTV. اختار مدة القرض، ممكن تكون قصيرة زي 7 أيام أو طويلة لغاية 100 يوم. خلي بالك، الفترات الأطول عادة بتكون بفوائد أعلى. راجع نسبة LTV اللي بتوضح نسبة مبلغ القرض لقيمة الضمان. نسبة LTV أعلى بتعني مخاطر أكبر، فخليك متابعها. اتأكد من تفاصيل القرض زي أسعار الفائدة والرسوم وجدول السداد. لو كل حاجة تمام، وافق على الشروط وأكد طلب القرض. بعد التأكيد، USDT هتتحول لمحفظة التداول الفوري على بينانس، بس ما تنساش تدير قرضك. تابع نسبة LTV وضيف ضمان زيادة لو احتاجت عشان تتجنب التصفية. لما يجي وقت السداد، ادفع المبلغ الأصلي والفوائد في الموعد المحدد أو قبله. بينانس ممكن توفر خيارات للسداد المبكر أو السداد التلقائي. وبكده خلصنا شرح سريع لكيفية الحصول على قرض USDT على بينانس باستخدام عملاتك الرقمية كضمان. شكرا للمشاهدة، وتمنياتنا لك باستثمار ناجح.